نجدد التحية لكم مشاهدينا ومستمعينا، وعودة لأخبار الديرة وبالتحديد مع الملتقى الجامعي الخليج الثالث. أجواء التحضيرات لعقد الملتقى في التقرير التالي. تستعد جامعة البحرين حالياً لعقد المؤتمر الخليجي الجامعي الثالث، حيث ابتدأت التجهيزات لهذا المؤتمر منذ فترة طويلة حتى يظهر الملتقى بصورة مشرفة للجامعة ولمملكة البحرين التي ستحتضنه في أرجائها. في النسخة الثانية كان تحت عنوان رقة الجامعة لمناديل العمل، كان تاريخ 9 والعاشر وال11 من ابريل عام 2013. ايضا تم مخاطبه اكثر من جهه اعلاميه، تم تدشين قنوات ووسائل وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، في تويتر وفي انستغرام وفي فيسبوك وفي يوتيوب. سينعقد الملتقى لمدة 3 أيام ابتداء من 27 من شهر أبريل الجاري، وسيضم عدد من البرامج والملحقات التي ستعود بالفائدة على مرتادي الملتقى. تفاصيل أكثر حول التنظيم والبرامج المصاحبة نتطرق إليها على برنامجكم هلا بحرين، لكل من يشده الموضوع وأهمية التواجد في مثل هذه الملتقيات. رجعنا لكم من بعد التقرير، ومعانا ناصر العمري نائب رئيس اللجنة المنظمة وإيمان أحمد نائب رئيس اللجنة العلمية. صباح الخير، حياكم الله. صباح النور يا مرحبا وسهلا. طبعا ناصر، ودنا نعرف ايش الفكرة الأساسية من وراء هذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أشكركم على هالاستضافة وتحت هالفرصة الطيبة. طبعا الملتقى فكرته شوي مختلفة عن باقي الملتقيات السابقة. فكرة الملتقى خدمة المجتمع، تتمحور حول خدمة المجتمع، وما نقصد في خدمة المجتمع فقط الجانب التطوعي والجانب الإنساني، بل تمتد وتشمل إلى جميع التخصصات اللي ممكن الفرد يخدم فيها نفسه. نعم. ويخدم فيها مجتمعه. صحيح. ويرتجي من ذلك يعني منفعة، أو يعني سواء كان مقابل أو غير مقابل. طبعا هذه خدمة المجتمع اللي نطمح لها بإذن الله أنها رفع مستوى عمل الفرد في جميع المستويات اللي ممكن يطور يعني مجتمعه، يطور نفسه، يخدم جميع من حوله. هذا طبعا فكرة الملتقى بشكل عام. جميل. إيمان، وتقلت بالنسبة للفكرة، أخذنا عنها الفكرة يعني شاملة، ولكن هناك أكيد أهداف ترمون لها من خلال هذا الملتقى، فأعطينا نبذة عن هذه الأهداف، شنو فكرتها بالضبط؟ اوكي، نفس ما تعرف ان المجتمع الطلابي في جامعات البحرين هو الصورة حق المجتمع البحريني في المستقبل. صحيح. انزين، فيعني طبعا الجامعة طبعا ننتج ان فيها عدد عود من الشباب البحريني الطموح والواعد، واللي عنده يعني عنده القوة والطاقة ويحتاج للتوجيه. اي دور هاي المجتمعات الملتقيات في ان احنا نعزز عندهم قيم وثقافات وايد، نعزز عندهم ثقافة خدمة المجتمع، شلون أنت تنمي من نفسك وتنمي من تخصصك عشان تقدر تخدم المجتمع، وهاي الشيء ينعكس على مستقبلك ومستقبل المجتمع، لأن هي علاقة ترى تبادلية بينك وبينه. في الملتقى نعرض لهم تجارب عالمية، نجيب لهم خبراء يعني من برا، نعطيهم ونفتح لهم المجال إنه يعني يلتقون في أشخاص يعني عندهم قصص نجاح وعندهم مثلا خبرات ويحتذون فيهم. نستعرض لهم طبعا الفرص اللي من خلالها يقدرون يخدمون المجتمع، ونوجه سلوكياتهم ونوجه قيمهم في انهم يوجهون يعني المعرفة اللي عندهم والمواهب اللي عندهم، ونعلمهم شلون يصقلون المواهب اللي عندهم في خدمة المجتمع وخدمة أنفسهم. جميل. طيب ناصر، يمكن الملتقى هذا طبعا نسخته الثالثة مو نسخته الأولى فعلا، فما شاء الله يعني هذا شيء طيب مبشر انه فعلا ترى هناك في تفاعل مع هذه الملتقيات، في خلينا نقول مردودات إيجابية إن شاء الله. شنو الأهداف اللي ضفتوها في هذا الملتقى الثالث؟
طبعا اذا تسمحوا لي انا برجع شوي ل3 سنوات قبل. هالملتقى هو سلسله الملتقيات السابقه في النسخه الاولى والنسخه الثانيه. المحاور اللي اخترناها لجميع الملتقيات تصب في هدف معين. كل الاهداف هذه تصب في يعني تطوير الشباب بشكل عام. الملتقى الاول كان يتكلم عن حياه الطالب الجامعي تحت عنوان حياه واقعيه. والله ناسي اسم الملتقى. المهم الثاني من ميادين العمل، من اروقه الجامعه الى ميادين العمل. يتكلم عن حياه الطالب بعد الجامعه. مرحله الجامعه. زين، احنا بعد الجامعه شنو ممكن تسوي؟ احنا راح يعني نتكفل فيها في ملتقانا هذا تحت عنوان طموحات شبابيه ونهضه مجتمعيه. طبعا الطموحات الشبابيه تؤدي الى النهضه المجتمعيه. طبعا هاي بشكل عام يعني الاهداف اللي نتكلم عنها. اما اخوي الشيء اللي راح نتميز فيه ان احنا باذن الله يعني نحاول ناخذ الطلبه اللي ما جربوا العمل التطوعي واللي جربوا العمل التطوعي. اللي ما جربوا العمل التطوعي احنا نقول لهم تعالوا شوفوا حياه او عالم العمل التطوعي، جربوه، تعرفوا على الناس، يعني تعرفوا الناس التطوع نعم، تعرفوا على الناس اللي يشتغلون في العمل التطوعي. اللي جربوا تعالوا بعد وطوروا من نفسكم. حلو. جميل. النقطة الثالثة المؤسسات والمنظمات ممكن من خلال هالملتقى ذي يتعرفون على أنشط الشباب، على أبرز الشباب، ممكن يعني يستفيدوا منهم في مؤسساتهم. طبعا هذه الهدف بشكل أدق شوية. جميل، يعني ما شاء الله عندهم نور اهداف يعني جدا تسقل الشباب، تدمج الخبره مع الشخص اللي اليوم اللي بيتعلم حتى في العمل التطوعي ممكن ياخذ من الشخص اللي جرب هذا العمل ويطور من هذا الشيء. فصراحه فكره جدا رائعه. محمد انه يمكن بس الدراسه الجامعيه بس فتره معينه ندرس فيها مواد ونتخرج يمكن، ولكن الان لا، هي اصبحت تغيير فكر، تغيير ثقافه، تغيير منظور للحياه بشكل عام. جميل، يعني خلينا نتكلم عن الجامعات المشاركه. بالتاكيد هناك جامعات اخترتوها او جامعات راح تكون مشاركه في هذا الملتقى، اعطينا نبذه عنها. ان شاء الله. طبعا احنا نحاول نستهدف اكبر شريحه من المجتمع. نستهدف المدارس، طلبه المدارس، طلبه الجامعات. نستهدف بعد الموظفين والاكاديميين ورواد الاعمال. طبعا بخصوص السؤال اللي قلته عن طلبه الجامعه، احنا ناخذ طلبه الجامعه من داخل البحرين ومن الخليج العربي كامل. من داخل البحرين يكونون كمشاركين، يجون يستفيدون من يعني جدول اعمال الملتقى ويشاركون يعني مشاركين. من برا البحرين ناخذ من كل دولة ناخذ وفد، وعندنا لجنة خاصة انه يعني تهتم في الوفود، وبس نحاول ان احنا يعني ندمج اكبر شريحة من المجتمع بما انه هو الملتقى الخليجي الجامعي، فيعني نجيب من كل الخليج. جميل، هذا يعني هذا شيء راح يربط ابناء الخليج كلهم، يبين خبراتهم، كل واحد يعطي الثاني. فهي ايضا فكره جدا رائعه تبادل صراحه. خبرات تبادل ويعني اثراء للمعرفة. نعم صحيح. حلو. طيب ناصر، نرجع شوي في الذاكره ورا ونتذكر النسخ السابقة اللي قدمتوها، وشلون كان تفاعل الطلاب وأيضا الإدارات اللي شاركوا معكم في هذا الملتقى إلى هذا الملتقى. أنا طبعا أحب أرجع للذاكرة. طبعا أجمل لو تسألين أي واحد يشتغل في العمل الطلابي، العمل التطوعي، تسأله شنو أجمل الذكريات بيقول لك لحظات مشاركاتي في العمل التطوعي. دائما العمل الأول لا تكون فعلا لا يعني لا ذاكرة تختلف عن باقي الأشياء. طبعا بفضل الله الملتقى الجامعي يشمل كل الكليات في جامعة البحرين. في ملتقيات تسويها جامعة البحرين لكن تخص كليات على حدة، يعني كل كلية تروح بروحها تسوي فعالية، لكن هذا الملتقى هو يشمل كل الكليات. جميل. على هالأساس له سمعة كبيرة وجميع الطلبة ينتظرون على أحر من الجمر في كل سنة. طبعا هذا الملتقى يكون تحت رعاية كريمة من لدى سمو الشيخ ناصر بن حمد النائب أو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. فالكل ينتظر على أحر من الجمر. المشاركة فيه دائما كل سنة توصل لي يعني أو تفوق التوقعات. السنة اللي راحت وصل لي 2300 طالب وطالبة، فالعدد جدا هائل. يعني أجواء جميلة مرتقبة، يعني تحتوي على مفاجآت إن شاء الله أنها تبيض الوجه
شاء الله. ويعني تنال على اعجابكم واعجاب جميع الطلبه. هل صراحة سوقتوا المشاهدين. حق هذا الملتقى يعني بطريقه كبيره؟ شلون تم اختي؟ التسويق عنه، تم اعلان طبعا عنه؟ اي نعم، احنا عندنا خطه اعلاميه واستراتيجيه ماشيين عليها في جميع المجالات، الجانب الالكتروني، عبر شبكات التواصل الاجتماعيه، عبر الصحف، عبر انتم بعد ما قصرتوا مستضيفيننا اليوم، واجبنا. فهذا منبر يعني احنا ممكن نروج فيه عن الملتقى. والله يعطيكم العافيه يعني الله يعافيك. على صراحة الاستضافه مره ثانيه. كلامك حمسني، انا صار ودي لا ضروري ان شاء الله بنطرش لك شيء دعوه جميل بعد يعني. إذا تبي. طيب اليوم عن يعني سالفه الانضمام، اوكي. شلون الواحد يقدر ينضم ايمان؟ اليوم الواحد اذا بينضم لهذا الملتقى، هل هناك شروط معينه؟ هل لازم يكون من جامعه معينه ولا هناك طبعا ما في شروط وما في يعني اي شيء، بالعكس احنا يعني حطينا الخطه مرنه حق المشاركه في الملتقى. ما في شروط نفس ما قلت، عندنا تقدر طالب مدرسه يقدر يشارك، طالب حلو. جامعه، موظف، اي مفتوح واحد للجميع يعني. مفتوح للجميع. حتى يعني احنا حاولنا نحط ماده علميه بحيث ان نجذب كل الاوادم من كل التخصصات، يعني ما في يعني اللي مثلا اللي تقول تخصصي ما يخدم المجتمع، بالعكس احنا حاولنا نجيب كل المتحدثين من كل التخصصات وما في اي شروط، اللي يحب يشارك بس انه يسجل. حلو. طيب احنا الناس اللي تتابعنا الحين ويشوفنا عبر شاشه التلفزيون ودهم يعرفون متى الوقت المحدد لهذا الملتقى، المهتمين ايضا في هذا المجال متى راح يعقد ان شاء الله؟ مريم؟ ايمان. عفواً، هو بيكون تاريخ 27 و 28 و 29 من شهر ابريل. بيصادف 3 ايام، يوم الاحد والاثنين والثلاثاء ان شاء الله. ارجع لك ناصر، هذه 3 ايام اللي راح يكون في هذا الملتقى اكيد قسمتوها على برامج، ندوات، فبك تعرفنا شلون قسمتوها وشنو هذه البرامج المقسمه فيها؟ طبعا احنا عندنا 3 محاور. المحور الاول هو خدمه المجتمع. خدمه المجتمع ذكرين اختي. افاق لا نهائيه. افاق لا نهائيه، هذه الكلمه شويه صعبه علي. خدمه المجتمع افاق لا نهائيه. المحور الثاني خدمه المجتمع نماذج ثريه. والمحور الثالث خدمه المجتمع انجازات واقعيه. طبعا احنا عندنا عده برامج، مو بس هذه المحاضرات، متنوعين يعني. عندنا بعض البرامج في مسابقات، في معرض، في محاور يطرحونها المحاضرين طبعا جايبينها من دول الخليج، ما راح نعلن عنهم الحين، راح نخليها مفاجاه ان شاء الله ان شاء الله للجمهور. فيعني الملتقى شامل كامل، في عده طرق، في عده برامج جميله. نحاول من خلال كل هالبرامج ان احنا نوصل للهدف اللي احنا نطمح له، اللي هو رفع مستوى الشباب ورفع مستوى خدمه المجتمع لدى الشباب. وهذا العشم فيكم اكيد انتم شباب. الله يعطيكم العافيه. طبعا تواجدكم ترى يشرفنا ان شاء الله. والله اكيد لنا الشرف احنا اكثر. ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله دائما تصعدون بالشباب البحريني ان شاء الله. ان شاء الله. احنا دائما صراحه فخورين بالشباب اللي نفسكم. طبعا اليوم يبادرون مثل هذه المبادرات على مستوى الخليج، يعني هذا انا اشوفه شيء الامانه مبهر. يعني اليوم الشباب البحريني استطاع انه يعني يقوم بعمل مثل هذا الملتقى، ينظم مثل هذه الندوات، يكون هناك محاضرين على مستوى الخليج، فالامانه نوره شيء رائع وشيء جميل ايضا نختم فيه هذه الحلقه اليوم. اكيد طبعا يعني. كل التوفيق لكم ان شاء الله، وايضا في الملتقى، وان شاء الله عقبال الملتقيات الاخرى ان شاء الله اللي تحضرون فيها. ان شاء الله. شكرا لكم.